ريتي قصرين اني تو تابع الجزائر ما عادش تابع تونس. نحنا ريتي عايشين مع الجزائر غادي، نحنا ماناش عايشين من تونس. تو حليب تزيري، زيت تزيري، كل شيء نجيبوا فيه من الجزائر، ماناش تابعين تونس، احنا تابعين الجزائر. الاستقلال الغذائي نتاعنا ماناش بعاد، خصنا برك غير خطوات نديروها ونديروها بيقين، ما نديرهاش مرغم ولا نديرها لان قالوا لي ديرها، نتيقن وتشوف. عمي تبون فخامة رئيس الجمهورية الجزائرية، يا بربي غير الصحراء هذيك الله يبارك ردها كلها زرع وشعير وقمح وفارينة وفول وجلبانة، وقالوا لي راهو يزرع في المونغ والاناناس، والله على بالي. اش قاعد يصير في الجزائر اليوم بالرغم من المتلا فينانسيي انورم معناه اللي جاي من البترول، قاعدين يخموا كمان في الطاقات المتجددة. وين نحن من هذا الكل؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا رب دايما تكونوا بخير وفي صحة وفي أحسن حال. وأهلا وسهلا بحضراتكم جميعا في فيديو جديد. طبعا يا جماعة شفنا كتير جدا من جميع أطياف الوطن العربي وهم بيغنوا لدولة الجزائر. يعني يا جماعة حب الناس ده فعلا كنز كبير جدا من عند ربنا سبحانه وتعالى. طبعا شفنا كتير جدا من جميع أطياف الوطن سواء من مصر أو من تونس أو من سوريا أو من العراق أو من اليمن وهم بيغنوا لتاريخ الجزائر وعن دولة الجزائر. طبعا يا جماعة لما تلاقي كده حد بيغني لك أو لوطنك أو لشعبك أو لتاريخ وطنك، دي بيدل على التلاحم والأخوة والحب بين الشعبين. هنشوف مع بعض الفيديو وبإذن الله هنرجع مع بعض في نهاية الفيديو. يلا بينا. الجزائر جات بعدنا في الطاقات المتجددة وقاعدة تعمل أنبوب باش تصدر الطاقات المتجددة. الجزائر جات بعدنا في الكونستركسيون اوتوموبيل معناها، لأنه نحن عندنا قطاع نتاع كونستركسيون نتاع لي كومبوزونت اوتوموبيل مهم ومهم جدا وقاعد يصدر معناها لأكبر العالمين. الجزائر ريتي قصرين اني تو تابع الجزائر ما عادش تابع تونس. نحنا ريتي عايشين مع الجزائر غادي، نحنا ماناش عايشين من تونس. تو حليب تزيري، زيت تزيري، كل شيء نجيبوا فيه من الجزائر، ماناش تابعين تونس، احنا تابعين الجزائر. الاستقلال الغذائي نتاعنا ماناش بعاد، خصنا برك غير خطوات نديروها ونديروها بيقين، ما نديرهاش مرغم ولا نديرها لان قالوا لي ديرها، نتيقن وتشوف. عمي تبون فخامة رئيس الجمهورية الجزائرية، يا بربي غير الصحراء هذيك الله يبارك ردها كلها زرع وشعير وقمح وفارينة وفول وجلبانة، وقالوا لي راهو يزرع في المونغ والاناناس، والله على بالي. اش قاعد يصير في الجزائر اليوم بالرغم من المتلا فينانسيي انورم معناه اللي جاي من البترول، قاعدين يخموا كمان في الطاقات المتجددة. وين نحن من هذا الكل؟ تخلفت العديد من الدول العربية وكذلك وخاصة الدول الأفريقية في زراعة القمح، لأنه القمح كما الذهب كما الفوسفات كما الأسمدة الكيميائية، الأزمات تتداخل وتتقاطع، لأنه العديد من الدول هذه تعاني، أيضا الدول الأفريقية ودول شمال أفريقيا وبالتحديد مصر والجزائر. الجزائر مثلا اللي تحتكم على ثروات كبيرة وضخمة من الغاز تعاني من مشكلة يعني نقص في مادة القمح، والجزائر تعتبر كما مصر من أكبر الدول الموردة للقمح. فما اشتغلتش الدول هذه على يعني تأمين الغذاء، تأمين الحاجات من القمح كمادة غذائية. أنبوب يربط بين إيطاليا والجزائر، يهز 4 حاجات، يهز لي زينيرجي رينوفلابل، دونك يحكي على الامونياك، يحكي على الهيدروجين فير، يحكي على الالكتريسيتي والغاز. ايضا السؤال اللي نتسائلوه ما نعرفش اسكو باش يتعدى على تونس ولا مش باش يتعدى، هذه الحاجه الاولانيه. شنو هو مصير الانبوب نتاع الغاز اللي متعدي على تونس اليوم؟ والجزائر ايش قاعده تعمل اليوم؟ في المقابل نعطيك معلومه، ما نعرفش كيف بالك بها سي خليل ولا لا. اتفقوا زاده على انه وحده تصنيع
سيارات من علامة إيطالية معروفة برشا باش تكون موجودة في الجزائر على مساحة 40 هكتار، باش توصل حتى 90 هكتار، وتعمل في 60 ألف سيارة في السنة وتصل إلى 90 ألف سيارة. اش قاعد يصير في الجزائر اليوم بالرغم من المتلا فينانسيي انورم معناها اللي جاي من البترول، قاعدين يخموا كمان في الطاقات المتجددة. وين نحن من هذا الكل؟ الجزائر ريتي قصرين اني تو تابع الجزائر ما عادش تابع تونس. نحن ريتي عايشين مع الجزائر غادي، نحن ما ماناش عايشين من تونس. تو حليب تزيري، زيت تزيري، كل شيء نجيبوا فيه من الجزائر، ماناش تابعين تونس، احنا تابعين الجزائر غادي كده. انت ما هنا حابسين على الزيت، نحن الزيت مكدس، انت محبسين على الحليب، نحن الحليب مكدس، كله نتاع الجزائر، كله موفره لنا الجزائر. نحن تونس ماشي متفكراتك غادي كده تاخذ باكو حليب، تاخذ باكو حليب تونسي يقول لك تاخذ ما 6 كعبات ياغورت. كذا واحد ما عندوش انه باش ياخذ 6 كعبات ياغورت كيفاش هو وعنده صغير في الدار ما عندوش حتى حل. عباد ظروفها على الصفر. نتعامل فين نتعاملوا مع الجزائريين نحن من غادي كده مع تاريتي نحن تابعينهم هما، ولينا تابعينهم هما. نحن تصوري يبعثوا لنا في كل شيء، يبعثوا لنا في كل شيء اللي ناقصين. وانت هنا في الولايات غادي كده نحن الزيت هنا ما فماش. هنا اللي شكون يجيب لي دبوزه زيت نتاع مدعم نتاع تونس معناتها. في الجزائر اليوم عندها امكانيات نتاع استثمار وطني كبيره برشا، نظرا للعائدات نتاع البيع الغاز والبترول اللي هي ارتفعت مع ارتفاع الجنوني اللي صار في العالم، الا انه في السنوات الاخيره الجزائر ما استثمرتش بطريقه كبيره ياسر. اليوم لقات ان بارتنير اللي هو ظاهريا اللي هو ايطاليا، واللي ايطاليا بيدها هي بيدها حاشتها بالجزائر. دونك ايطاليا هي اللي جات للجزائر، لكن عبر ايطاليا الجزائر تستهدف اوروبا الكل. لانه العمليه هذه باش تربط صحيح الجزائر بايطاليا، لكن باش تربط الجزائر باوروبا الكل. اي بلد اوروبي يحب يستورد باش يولي يستورد عبر الطريقه هذه. دونك يظهر لي الجزائر اليوم مشات دخلت في فاز جديده. هو قال للرئيس تبون الانبوب هذايا مش كما الانبوب الاخر. صحيح، يقصد على الانبوب. انا نفهم العمل هذه اذا كان نقول مش كما الانبوب الاخر، دونك مش باش تعدى على تونس. هذا انبوب باش يمشي يشق المتوسط، ربما المسافه نتاعو باش تكون ابعد والتكاليف نتاعو باش تكون اكثر، لكن باش يكون انبوب يربط بصفه مباشره دون العبور عبر تونس. هذايا تقريبا اكيد انه باش يكون انبوب مباشر. شنو هو مصير توا الانبوب اللي العابر للبلاد التونسيه؟ انا نتصور الانبوب مازال عنده اون دوري دو في معناها، والجزائر ماهيش باش تخلى عليه، باش تقعد تصدر عليه الغاز، لكن لي كونتيتي الكبار اللي هما باش يستهدفوا من غادي فرنسا، باش يستهدفوا ايطاليا ومن بعد المانيا والنمسا والبلدان الاخرين، باش يعبروا عبر الانبوب هذا. خليل وين نحن من هذا الكل معناها؟ ماناش بعد بزاف على الاستقلال الغذائي نتاعنا، ماناش بعد. خصنا برك غير خطوات نديروها، ونديروها بيقين، ما نديرهاش مرغم ولا نديرها لان قالوا لي ديرها، نتيقن. اليوم زوز اخبار اللي عطيتهم لك الانبوب هذايا. الجزائر جات بعدنا في الطاقات المتجدده وقاعده تعمل انبوب باش تصدر الطاقات المتجدده. الجزائر جات بعدنا في الكونستركسيون اوتوموبيل معناها، لانه نحن عندنا قطاع نتاع كونستركسيون نتاع لي كومبوزونت اوتوموبيل مهم ومهم جدا، وقاعد يصدر معناها لاكبر العلامات. المغرب اليوم عندها مصنع، مصر حكينا عليها الجمعه اللي فاتت عندها مصنع، الجزائر اليوم عندها مصنع. احنا استراتيجيا فماش مشكل في البلاد هذيا معناها، اللي قاعدين يخموا في البلاد مش قاعدين يشوفوا شنو اللي قاعد صاير معناها. اون تو لي زاتو اي اون ناريف با كابتي دي انفستيسمون باري. شوف نحن عندنا مشكل نعرفوه توانسه الكل نعرفوه، اللي هو المشكل بتاع لاستابيليتي بوليتيك. لاستابيليتي بوليتيك خلقت مناخ انه اليوم ما فماش رؤيه على المدى طويل، لانه يعني نشوفوا في الحكومات نتاعنا الدوري دي نتاعها ما بين عام وعام ونص، عامين. حكومات تصريف اعمال وحتى اقل من حكومات تصريف اعمال. تصريف اعمال ديما مشكوك لا في شرعيتها استراتيجيا، لا نظره، لا غزره، لا كاب، لا لا لا, لا ما فما شيء، ما نعرفش وين ماشيين معناها ديما المواعيد السياسيه لومبورت على المواعيد الاقتصاديه. اون اراتي لو كوش ايكونوميك. برشا بلدان مش كان الجزائر والمغرب، جنوب الصحراء افريقيه قاعده تهرب علينا. تبقينا نحب هنا جو ريلاتيفيز ان تي بو المشروع نتاع صناعه السيارات هذا اللي باش يكون
تقريبا حسب ما حكيت انت في الشيفر اللي اعطيتهم الارقام، هو مشروع معناها حقيقي مش تركيب كما المشاريع اللي اتعملت في الجزائر وما نجحتش، اللي هي مشاريع نتاع تركيب. هو مشروع نتاع مصانع معناها عملاقه نتاع صناعه السيارات. اما نعرفوا اللي هذا باش تستفيد منه تونس في مرحله اولى بطريقه كبيره ياسر، لانه الجزائر ما عندهاش اطور نتاع المشروع هذا مصنعين مكونات السيارات اللي هما موجودين في تونس، واللي هما يظهر لي لازم يستعدوا انهم باش يزودوا المشروع هذا. الجزائر ربما يحب لها 5 إلى 10 سنوات باش تعمل نسيج نتاع مصنعين مكونات السيارات باش يعملوا الاليمونتاسيون نتاع المصنع هذا. عمي تبون فخامة رئيس الجمهورية الجزائرية، يا بربي غير الصحراء هذيك الله يبارك ردها كلها زرع وشعير وقمح وفارينة وفول وجلبانة، وقالوا لي راهو يزرع في المونق والاناناس، والله على بالي بها من أدرار التميمون. ولكن السؤال اللي راهو محيرني، إذا كانت هذه الفيديوهات التي نشاهدها اليوم على مواقع والصفحات والقنوات تنشر من الجمهورية الجزائرية من إنتاج الزراعي في الجمهورية الجزائرية مفبركة ووهمية ومعدلة بالذكاء الاصطناعي، إذن الفيديوهات التي كنا نشاهدها بالأمس عن الطوابير والأزمة في المواد الغذائية والدقيق والسميد والحليب والزيت والسكر وما يسمى بالعدس والحمص إلى آخره، فهي وهمية ومفبركة ومعدلة بالذكاء الاصطناعي. والله يا جماعة على حب الشعوب لبعضها البعض. أنا عن نفسي لما الاقي حد بيتكلم عني وعن وطني وبتغزل بوطني وبتغزل بشعبي أو بقول قصائد شعرية في وطني، أنا ببقى بنت ربنا ببقى قاعدة فخورة بنفسي، بحس كده بالشموخ والأصالة والحضارة. زي كل يوم بنسمع وبنشوف من جميع أطياف الوطن العربي بيغنوا لدولة الجزائر، ودايما بيتباهوا بالشعب الجزائري وقد ايه هو شعب محترم وشعب عنده عزة نفس. دايما كده مرحبين بأي حد ينزل وطنهم. يعني كل يوم يا جماعة بنسمع على لسان جميع أطياف الوطن العربي يعني بيغنوا لدولة الجزائر كل يوم، سواء من مصر أو من اليمن أو من فلسطين أو من سوريا أو من جميع أنحاء الوطن العربي. ده يا جماعة بيدل على التلاحم والحب والأخوة اللي دايما بنشوفها بين الشعوب العربية. يعني يا جماعة كلام جميل جدا وكلام رائع لما تلاقي حد كده بيطلع يتغزل فيك في جميع المحطات العربية والعالمية وبيتكلم عنك وبيتكلم عن شعبك، ودايما كده بيقول في حقك كلمة طيبة، كلمة كلها حب، كلمة كلها مبنية على الرخاء، ودايما مبنية على السلام وحب الشعوب لبعضها البعض. انت عايز اكتر من كده ايه؟ علاوة كمان يا جماعة بيتكلم هنا على ترحاب وكرم الشعب الجزائري اللي اي حد بينزل يشوفه بيشوف كل كلمة طيبة، بيشوف الحب، بيشوف الكلمة الطيبة اللي تخليك تنزل عندهم مش مرة واحدة، كذا مرة في السنة. فكل الحب والاحترام لجميع الشعوب العربية. يا رب كده نشوف بلدنا في أمن وأمان وسائر المسلمين، اللهم آمين يا رب العالمين. متشكرة جدا، أسيبكم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألف سلامة على حضراتكم.